بس انا كنت مقرر يعني، انا كنت شخص محلل المشهد، قلت بس يا باشا العالم بينتهي، اروح اموت بقى في بلدي احسن. جميل، لان في الغربه بتتعرض لمواقف كتيره جدا، فانت لازم تبقى فعلا واقف على كورتك وماسك لجام حصانك كده ما تتهزش. يعني انا الكورونا من الحاجات اللي ضافت لي في شخصيتي حتى الان يعني. كل حاجه ما تخليش الغربه تطبع عليك، يعني انا من الناس اللي ما خلتش الغربه تطبع عليا في اللغه خالص. العالم يا جماعه خلاص نهايه العالم. بس عشنا. نهايه العالم. اهلا وسهلا وحلقه جديده من برنامج غريب وقريب. معانا النهارده تجربه جديده. سافر السعوديه في 2015، فضل قاعد لحد سنه 2022، رجع مصر، خض يعني تجارب كتير جدا ومحطات كتير جدا في الفتره اللي هو كان فيها في السعوديه. معانا النهارده احمد وليد. ازيك يا احمد؟ ازيك يا عم؟ اخبارك ايه يا احمد؟ اخبارك ايه؟ ازيك كله يا تمام؟ أحمد؟ عاملين ايه؟ الحمد لله كله ليك تمام. وحشه والله، بقالنا كتير ما شفناش لا بعض. احنا مش والله. جايين قاعدين في السفره يا معلم، يعني خلينا نخش في الحلقه. احكي لنا. مش قول لنا كده يا احمد، انت يعني اعتقد اول ما اتخرجت قعدت شويه في مصر وبعد كده سافرت، فاحكي لنا الفتره ديت كده في الاول. قعدت في مصر بالظبط 8 شهور انت دفعه كام اصلا؟ 2014. حلو. قعدت في مصر بالظبط حوالي من 7 ل 8 شهور، وبعدين ربنا كرمني على طول خدت تجربة السفر في أول 2015. طب انت كنت طبعاً. عايز تسافر اول ما اتخرجت ولا هي فرصه جات لك وطلعت عليها، ولا كانت الدنيا ماشيه ازاي؟ لا هي كانت في البلان، بس مش لازم أول ما اتخرج يعني، كنت حاطط انت خريج ايه كده اصلا؟ كلية صيدلة. حلو. كان لازم في خطتي كده وقت هاخد قرار السفر، بس كان في الأول بفكر أخبط شوية هنا الأول، وزي ما بيقولوا اجس الدنيا هنا ولا اطلع على طول على هناك. وانت بقى شغال هنا جات لك فرصه فروحت على طول. بس ما كنتش حاطط في دماغك مثلا بلان نقعد مثلا هنا سنه سنتين ثلاثه وبعد كده لا هي وقت ما افكر؟ الفرصه تيجي لو مناسبه على طول. بس ده يدل ان انت جوه مادي هنا. شويه يا احمد، صح؟ لا يعني لا. بتدور على الفلوس شويه. ليه مالها يعني؟ لا مالها الفلوس؟ لا انت طب ما احنا كلنا بنحب الفلوس، انا ما بقولش انت ليه عمال تقول ضربني يعني. اضرب كمان عايز اتوب. لا بس انت يعني سافرت عشان خاطر الماده قصدي. لا هو طبيعي اي انسان بعد ما يتخرج بيبقى عنده اهداف معينه عايز يحققها، فبيشوف لا هو السفر وانت صغير احسن اكيد من وانت السبيل كبير. اللي يقدر يحقق له طموحاته واهدافه بس. فخلينا نقول كده ان انت كان الدافع الاساسي ان انت عايز تكون نفسك اسرع زي ما بيقولوا كده. زي اي شاب عايز يقف على رجله ويكون نفسه ويستارت اب حياته وطموحاته بتاع. سافرت على فين في السعوديه ده؟ سافرت الاول على الرياض، قعدت فيها حوالي 4 سنين. حلو. بعد كده بقى شفت على حاجات تانية يعني، رحنا بقى الخارج ورحت ابها بس اول مرحله ليا انت كانت حالف ما ترجع، انت قافش في الريال. بص قسما بالله العظيم، بص من اول خد بالك من اول 2 أنا ونص سافرت من سايبه أول هو 2. 15 لا جنيه. من اول 2 لحد فاهم لحد ما كان 13 بقى، ففاهم قافش فيه ده بقى. انت رجعت ازاي وسبت ابو 13 ده؟ لا بقى رجعت خليها دي يعني بعد ما نحكي احنا سافرنا ازاي الاول. طب احكي، قول سافرت ماشي. ازاي؟ اول ما سافرت بقى الرياض بقى كان تجربه جديده بالنسبه لي، لان هو كان الواحد لسه ما اكتسبش خبرات كتيره هنا في السوق المصري وفي الكوميونيكيشن والتواصل مع الناس والشغل والقطاعات الخاصه والقطاعات العامه. فاهم انت المرحله اللي انت اول ما تنزل تتخطف كده على طول. ده الموضوع بيبقى صعب ان انت اول ما تسافر اول بالظبط. تجربه تبقى بره مصر. انت فاهم ما لحقتش وانا كمان ما كانش ليا جيش فما قعدتش كتير، فاهم 7 8 شهور ورحت على طول ناطط على اول هناك. اسبوع اول فتره كانت بالنسبه لك عامله ازاي؟ اتخضيت؟ كنت لا هو مخضوض في اول اسبوع الاول؟ كان الطف اسبوع، اول اسبوعين لان نزلت بقى في الفندق انت فاهم مع صحبه مش قلت لك الفندق. مادي من اول مرحله؟ حد فاهم كل حاجه بقى يا باشا. لا يا باشا جايه، بص انا عايز اعيش، عايز ايه اعيش بقى يا باشا وعيشه بقى بلا عيله بلا بتاع. انت فاهمني ما كانش فارق معايا الدنيا جامد الدنيا كانت والله. حلوه. فلا اول اسبوعين فعلا ما كانش فيهم خطف، لان انت نزلت من الطياره الشركه استقبلتك في الفندق وكان معاك زمايل مسافرين على نفس الشركه. ففاهم انت اول اسبوعين دول بقى لما يطلعوا لك اوراقك وتراخيصك واقامتك ويبتدوا يشوفوا دنيتك وبتاع فكان شبه فاهم زي ما بيقولوا رحله ترفيهيه، كانت لسه ما نزلتش سوق العمل. اوكي ايوه. انت فاهم. هاخد من سؤال محمود، لان فعلا الحته دي بتبقى يعني صعبه قوي. انت عارف انت اول ما بتوصل انت عينك على المطار، انا عايز ارجع مصر. انت ما حسيتش ده خالص اللي هو لا انا لا مش من اول ما اوصل يعني، يمكن حسيته بعد فتره، مش ان انا عايز ارجع، عايز بس هي حته البيت والعيله والصحاب انت فاهم والناس انت بقى خصوصا لو انت شخص اجتماعي شبه حالاتي كده وبتحب تقلف الناس والناس من يقلفوك مميزات احمد انه اجتماعي. وبتاع. فانت تحس ان انت كل فتره انا بصيتك في الحلقه بتحن فاهمني. انا عايز المحك. عايز تشوف صحابك، عايز تشوف اهلك، عايز تفصل دماغك شويه معاهم، تبتدي ترجع للي انت كنت فيه في مصر، العيشة اللي انت كنت عايشها. والعيشه اللي انت كنت عايشها وبتاع. انت منين لكن دي اصلا؟ مش انا من احمد اسبوعين. من مصر انا حاليا قاعد في التجمع، لكن انا اصلا من شبرا.
يعني يا باشا يا باشا، من شبرا بس الخير انا فاهم كله. اللي لا، هو شبرا البيت في البيت والدنيا بالظبط، ده من كله الحاجات كله اللي في بعضه طبع يعني. علينا في اتيتيودنا وفي سلوكياتنا وفي شخصياتنا، الاتموسفير بتاعه اللي احنا اتربينا احسن ناس. طب فيه. حقيقي، طب شبرا هنا في الكاميرا بتاعتك يعني. تحياتي لكل اهل شبرا. طيب انت بعد الفتره الاولانيه وبعد ما ابتديت تستقر في السعوديه، انت كنت في الاول قاعد في سكن لوحدك؟ لا كان معاك حد مشارك معاك في السكن؟ كان الامور كانت ماشيه ازاي؟ بالظبط بقى، انت فاهم، بعد المرحله بقى دي بتبتدي تنزل سوق العمل، فبتشوف بقى تبتدي نزلت بقى في سكن. انت عارف انت السكن هناك مشكلته 6 شهور اقل ايجار. فاكر انت اقل حاجه 6 شهور. 6 شهور 2015 والقديم ده لازم اقل ولسه حاجه لغايه 6 شهور. دلوقتي كده. فبتلبس بقى يعني زي مم. البطيخه يا باشا، لو دخلت صابت خير 6 شهور انت انا عايز في اعرف حيل. البطيخه كانت ايه بقى. انت فاهم. انت كان معاك في السكن كام واحد اصلا؟ ما هي دي لا، البطيخه. اول سكن كان معايا واحد بس. تمام. بس ما شاء الله يعني. مره كانت الميه، مم. انت عارف عندنا السخانات بتاعت مفيش غاز، سخانات كهرباء، فانت بقى راجع من الشغل بتسخن الميه وبتاع عشان تخش تستحمى وبتاع وتاخد الشاور بتاعك. مم. هوب وانا بستحمى كان في عز كسر الشتاء، السخان ولا ايه؟ لقيت فجأة الميه تلج والنور مطفي. طب ليه عمل كده؟ عشان يوفر. لا أكيد مش صح عشان ولا؟ يوفر، هو أمال عايز إيه؟ مش عايز الميه تخلص، فقفل عليا السخان. تمام. عشان هو وعايز يستحمى يقنعني، بيها. فبيقول لي فبيقول لي دي الكهرباء قطعت، فطافي عليا النور، ما انت الكهرباء مش قطعت يا عم، شايف ما بقى. تقطعش اصلا في انت الكهرباء قطعت دي فاهمني؟ هتلاقي الدنيا كلها عرفت ان الكهرباء فانت قطعت. مش عارف بقى، وتحت الميه الدنيا تلج بقى، انت فاهم، بتجري رايح جاي تحت ايوه. تحت الشاور. انت فاهم. من الطرائف الجميله يعني، وانا بحييه يعني، هو على علاقه طيبه علاقة لسه ايه يا عم؟ بقى. انت خلاص بتقول قفل عليا السخان ده حقيقي بعد ما فضحته. بعد ما قفل السخان. انت قلت في السخان عشان ما يحاولش يستحمى بيها. طيب. لا، فكان موقف يعني من المواقف اللي انت بقى بتتعرض لها في السكن، وبعدين انت بتبقى لسه فاهم، مش عارف تتعامل ازاي يعني، بالذات اول سكن ده انت مش كان فاهم. اكبر منك في السن؟ كان قريب منك؟ انا كنت مسافر وانا صغير حوالي 22 ونص كده. لا صغير. فكان لسه كان هو اكبر مني وبتاع، فانت لسه مش عارف تتاقلم على الوضع ازاي معاه، في ان انت تعالجه بقى في الحتت دي، فاهمني. صح. فبقى بتسكيب بقى وبتتعايش يعني، بتبتدي تعمل ادابتيشن لحياتك بقى، خلاص انت الشخص ده بتتعامل معاه كده وبتاع. وطبعا بعد اول 6 شهور غيرته اكيد طبعا. لا، من ماشي. الشهر الخامس ما باشا خلاص. طب ما كملتش حتى السادس؟ لا، عشان طب تعرف وانت إن أنا ما مش كنت نابت. بتحيي لي في الكاميرا طب من شويه؟ عشان تعرف ان انا مش نابت. طب انت بشوف انت كده كنت بتنافقه، ما كنتش عايز تحيي صح؟ لا، بحيي دي والله على بتمشي العلاقة. الدنيا عشان الحلقه. لا، هو الفكره كلها ان انت عادي بتشوف راحتك فين، بدل عندك فرصه تاخد صح، راحتك في حته صح. تانية طب خليني اروح لك بقى في حته بعد يعني اروح لاول السكن. انت بعد ما نقلت حسيت ان الدنيا احسن بعد ال6 شهور دول؟ لقيت حد برضه كنت قاعد في السكن شيرد ولا خدت كنت بقى قاعد حاجه برضه لوحدك؟ مع واحد بس بقى نفس الفيلد يعني، كان صيدلي زيه، فنفس الدماغ. الايديولوجيه الفكريه حلوه الايديولوجيه دي اللي هي الحاجات اللي بتبقى الكلام المجعلص ده بيجيب. اه لا بجد يعني انا عايزك تزود منه في بس هو خلي بالك مش شرط هو- يعني حتى لو خريج نفس الأيديولوجية مش شرط يبقى زيه. لا انا كنت عارفه قبلها. هو انا معلش انا اسف، عرفته في ايه خلال بقى الايديولوجيه دي اصلا؟ ايه الايديولوجيه؟ حافز. يعني ايه حافز؟ حافز يا عاطف، كل حاجه مش فاهمها كده. يعني نفس دماغ. السلوك الفكري بتاعك. طيب. انت فاهمني. كنا- بعدين ابتديت ارتاح بقى معاه شويه يعني، وابتدينا بقى تركز اكتر في شغلك في حياتك طبعا، فاهم. طب اول 6 شهور، اول 4 شهور بس هم اللي انت بتاخدهم. انت قعدت تخبيط. طبعا فتره كنت لسه سنجل مش متجوز اعتقد. امم وبعد كده ابتديت عايز بقى تفكر في الجواز والكلام ده. فالموضوع هل بقى كان سهل؟ لان انت اكيد عايز تتجوز واحده من مصر الكلام ده كله. بص، هو موضوع الجواز ما كانش سهل لسبب انت طول عمرك وانت متغرب، زي ما بيقولوا الكرايتيريا بتاعتك في اختيار مراتك بيتغير من يوم سفرك واثناء كل سنه عن السنه اللي قبلها، طموحاتك بتتغير، فمعاييرك في اختيار زوجتك بتتغير، نضجك، لان السفر بيضيف لك خبرات كتيره ونضج اكبر، فبتتوسع شويه، بتبقى شويه ايه، ليك معايير معينه ريليتد لشخصيتك بتختار عليها زوجتك. بس انا ما كانش عندي كل ده، لان انا ما كانش عندي وقت قوي، فكان دايما الاهل هم بقى لستة العرايس. ده فيلم اللي هو انت بتاع جاي في السريع اللي هو جاي زي جاي في لا، سريع. جاي كده بس هل انت كنت كل قبل اجازه بشهرين 3 يا باشا هل تلاقي قايمه بقى، انت فاهم. هل الاهل اللي كانوا عايزينك تتجوز بسرعه، ولا انت كمان كنت برضو بتفكر ان الموضوع، ولا لا ما كانش فارق معاك؟ لا، ما زي كانش تيجي فارق تيجي؟ معايا، جت خير ما جاتش خير، بس جاي وقت بقى معين قلت لا خلاص، مم. ناخد الخطوه يعني. طب خليني اسالك انت الفرق اللي انت بتقوله في حته النضج وفي حته ان السفر، انا معاك طبعا جدا ان السفر فعلا بيضيف بيضيف خبرات لشخصيه غريبة. الواحد. انت حاسس ايه الحاجه الاساسيه لو انت مثلا بتتكلم مش هقول حاجه 3 حاجات اساسيه بالنسبه لك كاحمد كانت موجوده فيك وانت طالع؟ لا انا وانا راجع من السفر انا بعد السبع 8 سنين غربه دول انا واحد تاني خالص. اول حاجه طبعا فكره ان انت حرص ولا تخون يعني، على قد ما انت ممكن تبقى حاطط حسن ظن في الناس وبتتعامل معاهم بطباعك، لا لازم تحط حته الحرص. الناس كلها مش صح شبه طبعا. بعض، والناس كلها
مش ده راجل فصل عليك السخان، يعني مش مفيش اكتر من كده. مش شرط تبقى نفس الاتيتيود بتاعك. النقطة التانية فكرة ان انت فعلا تبقى عندك زي ما بيقولوا ثبات جامد، لان في الغربة بتتعرض لمواقف كتيرة جدا، فانت لازم تبقى فعلا واقف على كورتك وماسك لجام حصانك كده ما تتهزش يعني. صح طبعا. النقطة الثالثة والأخيرة إن مهما الغربة خدتك فأنت محتفظ بأتيتيودك وبأصلك وبتربيتك وكل حاجة. ما تخليش الغربة تطبع عليك. يعني أنا من الناس اللي ما خليتش الغربة تطبع عليا في اللغة خالص. مصطلحاتهم كلها في لساني وكل حاجة، لكن أنا ما انزلش مصر أتكلم بيها، ولا أنا قاعد هناك وسطهم أو مع أصحابي هناك هتلاقيني بقى عرفت فاهم. هناك سعوديين كتير جدا ولسه الحمد لله علاقة بيهم يعني. لكن أنا لا معتز حتى محافظ على صداقتك بالناس يعني. حضرتك ليك اصدقاء؟ طبعا. ايه اللي يمنع في كده يعني؟ يعني انت مستغرب ليه يعني؟ لا مش مستغرب ولا حاجه. امال ايه؟ مش فاهم يعني. ما شاء الله كلهم لسه لحد الآن يعني. فرق ما بين حياتك في الغربة بقى وفي السعودية وانت لوحدك وحياتك بعد الجواز، يعني ايه الاختلافات؟ بص، هو كان اصلا في زي تركايه بسيطه كده قبل الموضوع ده، ان انا اصلا خدت مراتي ما خدتهاش بقى وانا في الرياض. انا كنت بقى عملت نقل كفاله وابتدى شغلي وداني ابها، فطبعا كنت مبسوط جدا وانا واخدها لاسباب كتيره. اولا استقرار نفسي، ثانيا مدينه ابها شويه الحياه غير السعوديه أنا كلها. اسمع ان هي جميله جدا يعني، خضره والجو حتى احلى غير السعوديه هناك خالص. روعه. هي اصلا زي ما بيقولوا مصيف السعوديه كله، عشان خاطر السعوديين تقريبا هي نفسهم في بيجوا من منطقة الشمال عالية أو ويروحوا كده. للجنوب عشان جبل السودا والمناظر الطبيعيه والتلفريك فهي جوها روعه طول السنه. في فعلا قرود هناك كتير. جوها روعه طول السنه. اهل الجنوب كمان يعني فاهم اجتماعيين شويه كده، شبه الصعايده كده عندنا، فاهم، جدعان كده واجتماعيين يعني. أوكي. فتحس البيئه نفسها كمان كانت مناسبه، وربنا وفق ان احنا نروح هناك. وانا بقى ايه بعدها رحت جايب بقى مراتي يعني. طب حته بقى الاختلاف طبعا، ان انت تجيب مراتك تبقى قاعد لوحدك دي حاجه، وان انت طالع متغرب معاك ناس في رقبتك دي قصه تانية خالص. طبعا حسيت بقى المسؤوليات زادت. يعني وبعدين خصوصا ان انا بعتبرها كانك اتغربت تاني من اول وجديد، يعني كانك لسه مسافر او حياه الغربة. مختلفه غير الحياه الاولانيه يعني. مثلا يعني انا متخيل وانت سنجل عايز تنزل اكتر، يعني مثلا كل شهر مثلا انت خفيف انت يا باشا بطولك وعرضك مثلا وبعدين بتاكل اي حاجه في الاخر انا مش عايز تذكرتين كل شويه. وبعد الجواز مثلا اكيد الموضوع النزول والكلام ده لا ما بقاش زي الاول، ممكن كل سنه مره عادي من غير ما يبقى الموضوع فيه الحاح زي ما بيقولوا كده. لا هو في بقى اختلاف كمان جميل، ان انت اصلا بعد يعني مجية مراتك وعيالك معاك بتبقى شبه الموظف فاهم الحياه الروتينيه بتتحول بدل ما هي في مصر بقت في السعوديه. عايز تخلص دوامك عشان ترجع البيت تقعد أيوة. مع عيالك، او تنزل تجيب طلباتهم، او صح تخرج صح معاهم، او تطلع بيهم على الحديقه، او تغير لهم جو، او تقعد فاهم تحكي معاهم. ده دول مستنياك على الاكل، فانت مش مفيش رفاهيه ان انت حتى تقابل حد في السكه وانت تقعد على القهوه ولا تقعد مع حد شويه. عكس بقى العزاب، انت الوقت كله مالك بتاعك نفسك. بالظبط. بس انت بقى وانت عزابي كنت من النوع اللي هو بقى بتقعد في البيت بعد الشغل، ولا لا كنت بتخرج سواء قهوه او خروجات او كوره بقى هتلاقيك أنا وبلاي عايش بره. ستيشن بقى وبص يا باشا مفيش ده. الدنيا كانت خراب. روح البيت على السعوديه النوم. اشتكت. السعوديه اشتكت حرفيا. وليه حق يفصل عليك السخان. لا احنا بارك انك رجعت يا احمد. الحمد لله على السلامه. منور يا حاج حجه. لا بجد، لا الحياه مختلفه تماما. طيب انت اللي انا كمان عارفه ان انت بحكم بقى ان انت اصلا كنت صيدلي، واكيد كنت شغال في مستشفى، وفتره الكورونا كانت الامور يعني الموضوع كان ماشي معاك ازاي؟ بص، هو من ساعه ما الكورونا يعني ظهرت في العالم، وانا حياتي نفسها اصلا الشخصيه وحياتي اللي زي ما بيقولوا خبراتي اتلخبطت واتغيرت كلنا 180 والله. درجه. لا بجد يعني، انا الكورونا من الحاجات اللي ضافت لي في شخصيتي حتى الان يعني. طبعا كل يوم كونتاكت قصدي بالناس، وبتتواصل معاهم دايركت كونتاكت وبتاع وفاهمني. تروح بيتك انت مش عارف تعمل ايه. اللي معاك كنت ساعتها برضه ما كانش معايا اهلي ولا اولادي، فانت قاعد في السكن مرتب منك، انت شغال في فيلد اصلا. انت كنت قاعد دلوقتي كان معاك اهلك صح؟ لا ما كانش كده معايا. 20 ما كانش معايا. كنا كده في مصر. انا في مصر ساعتها. اوكي. فطبعا الطيران بس وقف كنت فما اتجوزت جبتهاش. وخلفت. كنت متجوز بس ما جاتش طبعا. ما عزمتناش ليه؟ طب معلش سؤال بقى، الحته اللي هي انت مش عارف الطيران هيفتح امتى تاني، والدنيا هتفتح امتى، وانت يعني مش هقول محبوس، لكن انت مش عارف هم جايين لك امتى او انت رايح لهم امتى. انت ساعتها كان يعني احساسك كان ساعتها عامل ازاي؟ كان في توتر؟ كان لا عادي؟ لا كان في توتر. بص، هو انا من اول ما حصلت الكورونا
وعشت شهرين 3. طبعا انت عارف احنا الوحيدين كصيادله اطباء كنا بنمشي في حظر التجول، اقامتك طبيب او صيدلي صح. مصرح ليك تمشي 24 ساعه في المملكه عشان حالات طوارئ عشان اي حاجه. وطبعا الناس بتستغلك. طبعا ده بص انزل بقى طلبات هات البيت البقالة، بقى، هات انت الوحيد اللي بعد الحاجة. الساعه 4 يا باشا. عشان معاه تصريح كمين وماشي يقدر في ياخد. الشارع. ايوه لكن التوتر كان زايد، بس انا كنت مقرر يعني. انا كنت شخص محلل المشهد، قلت بس يا باشا العالم بينتهي، اروح اموت بقى في بلدي احسن. اول ما الطيران يفتح، اول طيران هو انا على مصر. متاكد ان ما كانش في سبب غير ده هيرجعك وتسيب ابو 13. الله ينور عليك. العالم فانت بينتهي. كده فانت بينتهي فانا خلاص ارجع اموت في مصر. قلت العالم بينتهي يا باشا، بتلم اوراقها كده فينتهي وانا خلاص. في مصر احسن من بس ينتهي وانا في حولت الريالات اللي معاك كلها وخلاص نزلت خدتهم في بالمصري. جيبي وانا نازل. ما انا لو حولتهم ممكن يجي فيهم كورونا، خد بالك كذا صح. هند الورق تمسكها. ورق أيوة. كان عندك حق. قول صح. يا باشا حط في شنطتك. الله لا ينور. بجد فعلا كنت مقرر يعني. بعد شهرين 3 شفت كمان احداث في مصر. اهلي في بعضهم جالهم كورونا، حالات حرجه. كلنا جالنا كورونا هنا. آه. بس يبقى كلنا فاهم. نعرف. ايه يا باشا الناس لازم. اللي القعده دي كلها جالها كورونا. فانت نزلت نهائي بعد الكورونا، بعد ما الدنيا كنت فتحت على مقرر طول. يعني شهر 4 قررت. امم طبعا هناك بقعد، طبعا كانوا محتاجين ان انت تكمل، لان انت شهر 4 كام معلش؟ 21 4 2020 24 ده ده جوه في عز الكورونا. اه قررت جوه أوكي. نفسي، بس انا كملت. ما كانش أوكي. في طيران مفتوح. بالظبط بالك كده. الطيران فتح مقفولة، في 7 كده. فانت صح. سبعة شهر في 8 حاجه زي كده. اوكي. فانت في الوقت ده اول ما رحت الطيران نازل. فتح بس انا من شهر 4 عرفت مديري عرفت كانت ساعتها مديرتي، عرفتها وعرفت اهلي في مصر انا مش مكمل لو هيدوني 100,000 ريال. يعني أوكي. انت بتكلم بجد يعني. انت اللي هو خدت قرار ان انت راجع عشان بس خاطر اللي هو لا انا هموت بالنسبة هناك. لي- انت كده كل يوم زي ما بقول لك دايركت كونتاكت، فانت كده اصلا انت شبه أنا انت جالي عشان كورونا خاطر فوق حاسس 100 مرة. ان في حاجز كبير ما نهاية بينك وبين العالم. اهلك خلاص، وغير وإحساس نهايه نهاية العالم. العالم بقى. خلاص يا فانت احمد نهايه بالظبط. العالم يا جماعه، خلاص نهايه العالم. بس عشنا نهايه العالم. بس عشنا عشان نعيش الأيام عايزك دي. ينزل على ام الاستوديو ونموت نهايه العالم 7 مرات. طب ما تيجي نصرف التراب الغفير احسن. ليه الفن الوحش ده؟ اقول لك على حاجه، هات تراب وادفني يلا، خدت صباره كده وخلصني. بس الحمد لله احنا في 2025. خلاص ما هو ربنا نجدنا عشان نعيش الايام الجميله. أيوة. الايام السوداء اللي انا فيها طيب. نهايه العالم برضه. طيب انت نزلت مصر ونزلت نهائي. نزلت بقى أول ما الطيران واعتقد انت رجعت تاني. بس صح استنى، كده؟ لا ده هو انت بتقول في 2020 نزلت نهائي بقى خدت قرار ان انت تنزل في شهر 8 2020. اول ما الطيران فتح. قعدت طيب. قد ايه بقى هنا؟ قعدت حوالي سنه يعني 9 قعدت 10 قد شهور. ايه و9 10 شهور دول اشتغلت فين برضه؟ ما اصل فعلا ما كانش في حاجه لا هنا في مصر خالص. نزلت ده. هنا بقى قعدت شهر ونص كده، ما كانش فيه لسه شغل، وكانت الدنيا متكهربه عشان الكورونا وبتاع. ربنا كرم بشغل، وكان في مجالك. في مجالي، وربنا كرم الدنيا مشيت يعني. بجد كانت من الفترات الحلوه في حياتي. 10 طيب شهور ايه بس اللي كانت خلاك فترات بقى رهيبة. ترجع تاني، والرغم ان انت المفروض كنت سيتلد واريا مانجر والامور المفروض معاك كانت ماشيه كويس؟ اللي بيرجع اي حد او بيخلي اي حد يفكر في السفر، انت طموحك سابق بخطوات شويه، الظروف الاجتماعيه والحياه هنا، فانت بتحاول تشوف البيئه اللي تقدر بص انا دايما شايف اخد من تحقق كلام لك احمد، طموح. انت عندك فعلا مشكله ان انت لما بتقعد بعيلتك، بالذات بعيلتك، سيبك من ان انت تبقى لوحدك. انت لوحدك دي انت تعرف تغير اللايف ستاندردز بتاعتك، تمام؟ موازين حياتك انت تعرف تغيرها. لما بتسافر بعيلتك، لما عيلتك بتتعود على انكم واوتكم معين بكل شهر، انت صعب قوي ان انت تاخد الحاجه دي وتنزلها فجاه. لازم يعني الموضوع ايه على درجات يعني. فانا اعتقد ان ده هو اللي قبله احمد، ان هو انت بتنزل ماشي. والدنيا ما كانتش ستيبل في مصر برضه عشان كان لسه 21. لا هو نزل برضه في وقت كل بالظبط، امتداد للكورونا الدنيا مش ستيبل شويه. بالظبط. طب انت اعتقد انت ما طولتش في المره الثانيه يعني، انت اعتقد كده رجعت 2021. رجعت 2021. واللي انا فاهمه ان انت نزلت النهائي في 2022. قعدت السنه بقى المره الثانيه. انا كنت راجع ناوي اقعد مرحله طويله، كنت راجع باسرتي، فناوي اقعد فتره طويله، وكنت راجع حوالي وانا 30 29 سنه 30، فكنت ناوي اطول يعني، لسه سني سامح، وكانت عندي خبرات كتيره. فكنت ناوي اطول، بس بقى الدنيا ما ظبطتش. ايه بقى اللي خلاك ما تطولش؟ إيه يعني بقى؟ حاجه احنا خرجنا كلنا وسيبناك هنا. قلت ايه؟ حاجه ايه بقى؟ لا قلت لي نهايه العالم في اول مره ورجعت. ايه بقى الزتونه انا بقى؟ بس عايز اقول ده مش مادي، برجع اهو. المره دي مفيش لا نهايه عالم المره دي بقى مش ماده اهو يعني. الناس كده ماشية. ايه اللي ما شاء حصل في الله، السنه ما شاء ديت خلاك عايز او قررت انت ترجع مصر تاني؟ صح. انا عندي حد هنا يعني قريبي ومعرفه وعشره يعني، عرض عليا، هو بيدير مؤسسه هنا يعني، كان عايز حد منه ثقه وكده، فعرض عليا عرض وخدت الخطوه، استخرته واستشرته وخدت الخطوه يعني.
بس والخطوه كانت معقوبه ان انا راجع تاني السعودية. اللي انا فاهمه ان انت الخطوه اللي هي نزولك في مصر، انت مش نفس المجال، انت عملت شيفت كارير لمجال مختلف تمام، اللي هو سبلاي تشين واللوجيستكس، صح كده؟ هو بص، هو ما كانت يعني هي دي برضو جت كده توفيق من ربنا. انت دايما الانسان في حياته ممكن يبقى ماشي في اتجاه وربنا يوجهه في اتجاه خالص تاني خالص. انا كنت نازل بعد الاوفر اللي هو عرضه عليا. هو يعني حد مجتهد جدا وبيحب الشغل جدا، اشكره. وبجد طيب من الناس اللي ضافت لي، وحابب اشكره طبعا. ده بجد يعني بقى، دي بتكلم شكر بجد، دي والله مش بتاعت بتكلم بتاعت السخان. لا. دي بجد، ده شكر ليه بجد. في مقدمات يعني انت دلوقتي حصل يعني بقى احداث كتيره خلتنا بقى ما لا اكمل هنا. انا قصدي لا سيبك طبعا انت اكيد حته ان انت تكمل هنا دي ماشي. لا انا قصدي ان انت دايما لما الواحد بياخد قرار ان هو يشفت من حاجه لحاجه، بيبقى حتى بينه وبين نفسه مثلا بياخد مثلا حاجه مثلا تمهد له ان هو يبقى اصل قصه البريكيومنت يعني انت اشتغلت لا، ما هو انا ما كنتش نازل على دي. ما هو ما كنتش نازل على دي حاجه تانية خالص عمري يعني. معاها، انا ما كنتش نازل على دي، انا كنت نازل ايه رايك في على السؤال ده؟ ايه رايك في الريش؟ ايه رايك في الريش؟ حلو جدا. ماشي. عيدوا تاني بقى. بص لو انت دلوقتي انا كنت نازل على سيلز. اوكي. يعني سيلز ديبارتمنت، تمام. ده ريليتد شويه بمجالي ان انا اشتغلت كصيدلي اشتغلت شويه. هو في الاخر البيع والشراء ايه واوت وخلاص. هي لا، نفس وانت اصلا الكونسيبت كصيدلي يعني. اصلا كل مجالاتك بيع وشراء. وبيع بالظبط. وشراء وماركتنج صح وسيلز طبعا، وكده. صح طبعا. تمام. حصل حاجات بعد ما نزلت فوجهتني، زي ما بقول لك انت بتبقى نازل تسعى في طريق، ثم ربنا بيوجهك لطريق تاني خالص. لكن انت اكاديميك والطريق اصلا الجديد كنت ده اشتغلت والله- عليها اصلا. انا طبعا حضرت MBA واخد دبلومه سبلاي تشين ولوجيستكس. صلى على النبي. وفي الفتره دي بجد يعني هو كان اسلوب تعليمه اللي هو عارف انت زي ابوك وامك زمان كده، ولا ابوك وجدك يجوا ياخدوك يرموك عند الغريق، عند البراميل، ويقول لك عوم لوحدك لحد ما تغرق انا هجيلك. بالظبط. هو انت صح. هو جه رماك في الفيلد. وخلي بالك انا عايز اقول لك دي احسن طريقه تعليم، وده اللي بيعملوه بره في الخليج، في كل دول الخليج. اللي هو بره جه لما رماك في بتسافر بيعملوا معاك كده يعني. صح. زي ما عم بيقول جه رماك في الفيلد الجديد، وايه ضبش انت بقى ووقف على رجلك. فده خلاك انت ماشي على سرعه 60، والناس اللي مسابقينك في المجال الجديد ده ماشيين على 120، فانت بقيت تقرص على نفسك عشان تجيبهم، عشان خصوصا ان انت توصل. عندك دايما شعور النجاح، اللي هو انا دايما ناجح في عايز كل مجالاتي. تنجح أصلاً. فانا مش عايز غير ان انا انجح وانجح التجربه اللي خضتها، وانجح عشان خاطر انت خلاص خدت طريق، فلازم تجتهد ويبقى ضميرك بركز فيه ان طيب. انت تنجح بس فيه. هو محمود كان عايز يطمن نفسه يعني، حته ان انت حاطط جواك ان انت عايز تسافر تاني، انت او انت ناوي ترجع تاني وأنا السعوديه نازل. وانت نازل. بالظبط. هو بيطمن نفسه ان ستيل لا، انا المرحله اللي انا نازلها دي هي مرحله انتقاليه مؤقتة. تمام. هقعد فيها وعندي سبورت من حد من العيله، هو بيزقني في اتجاه جديد خالص. فاعتقد ان ده السبب الرئيسي اللي خلاك تاخد خطوه لا، ان انت هو اسباب تنزل. النزول كان في اسباب كتير، بس خلينا نقول ده المين يعني. ده المين. طيب يعني انت لو قعدت مع اي واحد انت فاهم متغرب عشان تقول له نفسك تنزل، يعد لك لستة اسباب يعني. صح. عنده اسباب صح. اسريه، أكيد طبعاً. اجتماعيه. طيب صح. انت سنية. النهارده بعد اعتقد انت كده بقالك 3 سنين في مصر من 3 وشويه. يعني انت مع فكره السفر؟ لو انا رجع بيا الزمن في 2015 آه. لو لسه عندي 22 سنه ونص، لا هسافر. 22 سنه ونص دي اول ما تتخرج وتخبط شويه في مصر انت كنت اللي انت تطير، مسافر عليه سافر. معلش احمد، انت كنت مسافر على رقم انت شايفه بينك وبين نفسك رقم كمرتب منطقي يعني. يخليك انا في تطلع وقتها تعيش طالع عيشه على 8 ادميه. ونص هو رقم كويس. في 2015 طبعا. كان فانت رقم كنت كويس. هتاخد كويس. نفس القرار تاني. طب خليني طبعا. اسالك بقى سؤال. طبعا هنا كان الصيادله برضه عشان تبقى الصوره واضحه لك، كان ساعتها بياخدوا 2800 جنيه و3000 جنيه في الصيدليات يعني جنيه. كفريش، كحد فريش لسه فريش. متخرج. انت بقالك 7 8 شهور بس في مصر، انت نو اكسبيرينس. هسالك سؤال بقى معلش يعني، انت مش ختمنا. استحملني فيه لسه فاضل حته. تمام. لو جالك دلوقتي قرار يعني، لو جالك دلوقتي فرصه ان انت ترجع السعوديه لمجال الفارماسيوتيكال اللي هو المجال القديم بتاعك، تمام، بعد ما انت بذلت المجهود اللي انت بتقول عليه في المجال بتاع اللوجيستكس والكلام ده كله برقم كويس، هتسافر بعيلتك ولا هتفضل قاعد هنا في مصر؟ فكره السفر عموما لو اتطرحت لازم اسافر بعيلتي. انا ضد ان ده ما اسافر فيش ان لوحدي. انت تسافر ماشي. لوحدك. اولا لامور كتيره جدا عايزه لها حلقه عشان نستفيد فيها. تمام. طب ناخد حلقه كمان؟ عادي انا جاي. براحتك، انا لو عايز ما فيش مشكله. لا طبعا انا بحبذ اي شاب فانت اول اتجوز حاجه بعيلتك. وخلف بعيلته. تمام. ده اول طب حاجه. ككارير ده بقى. اول حاجه فعلا الكارير بقى. الكارير برضو مش قوي يعني. خلي بالك انا لسه سالتك سؤال حته الصيدله. انا عايز اعرف انت بالنسبه لك انت بتدور او يعني انت البريورتي الاولويه عندك. ده الاولويه للسبلاي تشين ولوجيستكس اصلا. طبعا. انت حاسس ان انت بذلت مجهود؟ بذلت فيه مجهود في حجم الفلو بتاع البيزنس في مصر والترانزاكشن البير داي بتعلمك 10 سنين لقدام.
يعني صحيح. انا 3-4 سنين في المجال ده ب10 سنين في مجال تاني. انا انبسطت قوي معاك والله النهارده يا احمد، وأنا بجد كمان يا أحمد والله. حلقه جميله. عايزك قبل ما الحلقه تخلص، انا اتبسطت اكتر بيه والله بجد، لا يعني قعدتك جميله ويعني كلامك فيه رساله، وكلامك فيه يعني تجربه كامله بتفاصيلها. يعني الناس اللي هتتفرج على الحلقه انا متاكد ان هي هتبقى مبسوطه جدا الله يبارك والله. فيك يا عمرو. فعايزك تنصح الناس، الشباب الصغير، الناس الكبيره، عايز تقول ايه للناس اللي بتتفرج على البرنامج، عامه الناس اللي بتفكر في الغربه؟ لا انا عايز انصح الناس بنصيحه واحده، ان المديول بتاعي مش لازم تنفذه او تمشي عليه بخطواته. كل انسان ليه حياته وليه اختياراته، انت اللي تقدر تستفيد منه من حياتي او من تجربتي استفيد بيها، لكن مش لازم تمشي عليها بنفس الخطوات، لان كل واحد ظروفه مختلفه عن الاخر. بس شكرا لك يا شكرا جدا يا أحمد. نورتنا والله يا احمد.